تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى نيون السويسرية التي تحتضن قرعة الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما ضمن المتأهلون الكبار مقاعدهم في دور 16 الذي يتوقع أن يشهد نهائيات سابقة للأوان. العيون ستكون شاخصة نحو أقوى المعارك المحتملة وأبرزها على الإطلاق، تلك التي قد تجمع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وسيد البطولة على مدار التاريخ بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الساعي لمعانقة الحلم القاري لأول مرة في مساره. الثأر والحسابات التي تستوجب فورية التصفية ستكون العنوان العريض للقمة المرتقبة. باريس سان جيرمان الذي أكسبته نكبات السنوات العجاف مناعة مقاومة الكبار في أدوار خروج المغلوب التي بات بلوغها عنده عادة مستديمة، وتوديع البطولة أمام الميرينغي أسلوب حياة. زملاء البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي يدخلون غمار الأبطال وعينهم على استغلال ذروة الأداء التي يمر منها نجوم ممثل فرنسا الوحيد في دوري الأبطال، خصوصا قيصر مدريد السابق سيرجيو راموس وثلاثي الام ميسي نيمار ومبابي تحت القيادة الصارمة للمدرب كريستوف غاليتي الذي تبدو بصمته واضحة على المستوى الفني والتكتيكي رغم افتقاده للخبرة اللازمة في التعامل مع المواقف العصيبة واللعب تحت الضغط. ونحن مقبلون على أدوار تكسب فيها المواجهات بجزئيات بسيطة. على الطرف الآخر لا يبدو الملكي مكترثا لمن سيقارع في هذا الدور. البلانكوس وبخطى ثابتة اعتاد على مواجهات من العيار الثقيل والخروج منتصرا أمام أعتى الأندية وأقواها، حتى وإن اصطفت أمامه رافعة لشعار التحدي. يظل البطل يهاب ولا يهاب، والثابت الوحيد في وجه العواصف مهما بلغت قوتها. حامل ثأر أبناء عاصمة الأنوار بعد السيناريو المثير الذي ضرب فيه الميرينغي خصمه الفرنسي بالضربة القاضية وأوداه خارج المنافسة في العام المنصرم بعدما كان مرشحا فوق العادة للعبور إلى دور ربع النهائي. المواجهة إن حدثت ستكون ذات طابع خاص بين الفريقين، خصوصا في ظل الحرب الباردة التي تدور رحاها في الكواليس منذ أشهر، بداية من واقعة السوبر ليج وتصريحات ناصر لخليفي تجاه بيريز، وصولا إلى محور الخلاف كيليان مبابي الذي يؤجج الوضع بين الحين والآخر ويعيد إحياء مسلسل انتقاله إلى ريال مدريد رغم تجديد عقده. مواجهة قد تسفر عنها القرعة وقد تؤجلها حتى شعار آخر، ويبقى حدوثها طبقا كرويا دسما لا يتكرر إلا نادرا بين كبير يعرف جيدا كيف يضع كلا في مكانه الصحيح وواعد قد يكون فوزه على الملكي إنجازا يخلد في حد ذاته. حكيم زارع عن قناتكم كرة وبس. بعدما أسدل الستار عن دور المجموعات واكتمل نصاب المتأهلين الكبار إلى دور 16 من أغلى مسابقات القارة العجوز، انجلى الضباب واتضحت الرؤية بعد سيناريوهات مثيرة حملت العديد من المفاجآت. أندية غادرت البطولة نهائيا وأخرى بأخف الأضرار قبلت قسرا بالمشاركة في اليوروبا ليج، وكانت بطائق التأهل 16 لمن كان أهلا لها قلبا وقالبا. بمجرد أن ضمنت هذه الأندية التأهل إلى أول أدوار خروج المغلوب، بدأ التساؤل حول قرعة النار التي ستحمل لا محالة معارك ملحمية من العيار الثقيل إن لم تكن دامية بين عمالقة القارة العجوز. البداية مع ريال مدريد الذي تنتظره قائمة من الأندية الكبيرة التي يحتمل أن يقارعها في الدور القادم، أقواها وأبرزها تكرار سيناريو الموسم الماضي بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم والساعي للثأر من غصة الإقصاء المرير العام المنصرم. البي اس جي وتحت قيادة غاليتي يبدو أكثر واقعية هذا الموسم، ومع المستويات المبهرة التي يقدمها النجم الأرجنتيني ميسي واستعادة المطرقة راموس لمستواه ستكون المهمة صعبة جدا. الاحتمال الثاني نهائي سابق للأوان بين الميرينغي ريال مدريد حامل اللقب ووصيف النسخة الماضية ليفربول الإنجليزي. الريدز بقيادة محمد صلاح ورغم فقدانه التوازن بين الحين والآخر، إلا أن عودة مصابيه وصحوته الأوروبية في الأعوام الأخيرة عوامل ستجعل كتيبة كلوب خصما لا يستهان به. ميلان الإيطالي المتعطش للياليه الملاح في دوري أبطال أوروبا
يسعى لتأكيد العودة إلى الواجهة الأوروبية من جديد. ثم إنتر ميلان الذي يحمل وتر الإسبان بإقصائه لبرشلونة. ستكون مواجهته لريال مدريد إن حدثت سيفا ذو حدين. دورتموند الألماني بدوره خيار متاح إلى جانب فرانكفورت الألماني بطل اليوروبا ليج. ثم الحصان الأسود كلوب بروغ. من جهته البعبع الألماني بايرن ميونخ الذي يتقدم رباعي المانشافت الذي تأهل إلى الدور الثاني. يحتمل أن يقارع ليفربول أو باريس سان جيرمان كأبرز احتمالين واردين. وفي الوقت ذاته تمني جماهير الكرة العالمية طبقا كرويا فريدا من نوعه بمواجهة تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة سفاحه النرويجي إيرلينغ هالاند بزملاء النجم البرازيلي نيمار في معركة حياة أو موت. أي معركة تلك التي ستجمع أفضل يافعين وحاملي مشعل الكرة العالمية مبابي وهالاند وجها لوجه في حرب طاحنة من معركتي الذهاب والإياب. مواجهة ستتضمن صراعا على كافة الأصعدة، مال وأعمال خارج المستطيل واصطدام أجود النجوم داخله بمعياري عدم مواجهة فريقين من نفس البلد وفريقين من نفس المجموعة ومواجهة المتصدرين للوصفاء. كيف تتوقعون أن تكون معارك الدور القادم بين كبار القارة العجوز؟ حكيم الزايري عن قناتكم كورة وبس. اتضحت الرؤية بشكل شبه كلي وانجلى الضباب مع إسدال الستار عن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. تعددت الوجهات بين المتأهلين الكبار إلى ثاني الأدوار والمغادرين من الباب الخلفي نحو اليوروبا ليج أو رسميا خارج الديار، وقلة قليلة ظل مصيرها معلقا في انتظار جولة الختام التي ستبوح بباقي الأسرار. ليالي السحر والمتعة والإثارة التي تكتنف أغلى البطولات وأقواها على الإطلاق. البداية مع برشلونة الذي غادر رسميا وللمرة الثانية على التوالي دوري أبطال أوروبا من الدور الأول. فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بيلزن كان كفيلا بإرسال تشافي وأبنائه نحو الدوري الأوروبي قبل أن يتجرع خسارة قاسية بثلاثية بعدما دخل مباراة بايرن ميونخ بمعنويات شبه منعدمة. وغير بعيد منه ودع إشبيليا الإسبانية المسابقة الأغلى. إحصائيات القناة تقول أن 50% فقط من المتابعين هم مشتركون بالقناة، وهذا أمر محبط نوعا ما. اشتراكك بالقناة لن يستغل أكثر من ثانية واحدة، لكنه سيزيد من إصرارنا وعزيمتنا لتقديم الأفضل والأروع في المرات القادمة بحول الله.